الأخبار المفصلة. أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط 3 قطع سلاح الشوزن بالإضافة إلى كيس يحتوي على ذخيرة حية وعدد من الزجاجات الحارقة المولوتوف، وذلك في مسجد بمنطقة الملكية بالمحافظة الشمالية، منوها إلى أن عمليات البحث والتحري ما زالت جارية للوصول إلى الفاعلين. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه أثناء عملية المراقبة لوحظ أن هناك حركة مريبة مما استدعى تفتيش المسجد، حيث تم العثور على قطع السلاح المشار إليها، إذ قام طاقم مسرح الجريمة برفع البصمات وجمع الأدلة ومباشرة عملية البحث والتحري وتعقب مصدر السلاح وهوية مستخدميه. وقد حضر إجراءات التفتيش محافظ المحافظة الشمالية السيد جعفر بن رجب. وشدد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على أهمية دور القائمين على هذه الأماكن في متابعة ومراقبة الأنشطة التي تمارس فيها والأشخاص الذين يرتادونها، وذلك في كل الأوقات في إطار تحملهم للمسؤولية عنها، وإلى ضرورة الإسراع بالإبلاغ عن كل ما هو مثير للشك والريبة.